قالوا لنا زمان إن الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. ده الرباط الداخلي، ده الرباط الخارجي، الغضروف الهلالي الداخلي، الغضروف الهلالي الخارجي. جراحة القلب بالنسبة لناس كتير هي مجرد إجراء طبي. هي عملية معقدة نوعا ما وعملية ذات طابع خاص. ضغط الدم مش مجرد رقم بنقيسه، لكنه مؤشر مهم لصحتنا. هو في دكتور ممكن يحس بألمنا؟ المريض بيتخيل ان هو ياخد علبة الدواء دي زي اكنه بياخد علبة دواء برد ويروح وان هو مرتاح شوية الصداع يروح فيبقى يوقف الدواء، بيجي بعد كده فشل كلوي. ازاي نقدر نتعامل مع كل مشاكلنا الصحية بشكل سليم؟